السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الرقاق الطري، بس مش باللحمة، هعمله بالفراخ. طريقة سهلة وبسيطة والطعم خرافي. معايا طاسة على النار، أول ما تسخن كده هنزل عليها بنص صدر فرخة أنا مقطعاه شرايح صغيرة كده وهقلبها. هي لزقت علشان هي سخنة وعشان هي طبعا مش تفال، بس بعد شوية هتفك ومش هتبقى فيه حاجة لازقة. بصوا كده، انا قلبتها كده لحد ما اتشوحت معايا، وبعد كده هفضي فيها كده مكان وهنزل عليها كده بحبة زيت صغيرين وهسيبهم. اول ما الزيت يسخن هقلب الفراخ معاه تاني، وبعد كده هفضي برضو مكان صغير كده وهنزل ببصلاية مقطعاها كده صغير، هشوحها كده لوحديها الاول في النص، وبعد كده هقلب معاها الفراخ. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، معلقة بهارات فراخ، البهارات السبعة، فلفل اسود، زعتر، كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، ومعلقة ملح. وهقلب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعضه كده. بصوا بقى لونها بقى جميل ازاي. برضو اللي لزق تحت ده هو التوابل. وبعد كده مقطعة 3 طماطمات كده مكعبات صغيرة، هنزل بيها عليها وهسيبها بقى تتسبك واغطي عليها. وبعد كده بعد ما تتسبك معايا على طول هنزل كده بكام قرن فلفل رومي وحراق، والفلفل الحراق اختياري، ممكن تبدليه بالرومي، وهسيب الفلفل يدبل معاها شوية. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. وقولولي رأيكم في التعليقات. وهكون مجهزة صينية هدهنها سمنة أو زبدة، اللي عندك استخدميه عادي مش هتفرق. وبعد كده هحط نص طبقات لفة الرقاق بتاعتي، وكل بين واحدة وواحدة هدهنها برضو زبدة أو سمنة. وبعد كده في النص هنزل بالفاهيتا بتاعتي. بصوا كده بالطريقة دي سهلة وبسيطة، يعني اكننا بنعمل برضو صينية رقاق باللحمة. بس انا عايزة اقول لكم ان هي اطعم من اللحمة بكتير بصراحة، وطعمها عجبني جدا. وان شاء الله انا هعملها كتير واعملها بقى بافكار تانية. انا هنا كده بحط الفاهيتا، بصوا بقى شكلها حلو ازاي. وهرص عليها بقى باقي طبقات الرقاق، وبرضو بين كل طبقة والتانية هدهن الطبقة بالزبدة او السمن. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180. هحط الصينيه في الفرن على الشبكه، واول ما تاخد لون من تحت هقلبها على الناحيه التانية. يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.